بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوى من مطبخ لمة صحاب فود. النهارده ان شاء الله باذن الله اعمل لك العظمه دي. طاجن البسله باللحمه. بصي حاجه ما شاء الله، فعلا فعلا دمار، تحفه تحفه. مع رز ابيض هعمله لك بطريقه جديده جدا، يعني مكونين بس حطيتهم على الرز الابيض ادوله، يعني ادوله مكانه تانية خالص، طعم تاني خالص. تحفة مفلفل. بصي ما شاء الله الرزاية معاكي، بصي اللحمة ما شاء الله طرية ومستوية جدا جدا معاكي ما شاء الله. الطريقة سهلة ان شاء الله بإذن الله. قدمناها مع سلطة بلدي. يعني مكوناتها بسيطة قوي ان شاء الله بإذن الله. الطريقة تكون سهلة عليكي بإذن الله ان شاء الله، مبسطة جدا. عايزة تقدميها من غير طاجن، ما عندكيش طاجن عايزة تقدميها من غير طاجن، اوكي مفيش اي مشكلة. طريقة سهلة معاكي جدا، بسيطة جدا. أول حاجة هنا معايا طاسة سخنة على البوتاجاز. نزلت عليها بمعلقة سمنة بلدي. أنا هدي للحمة بتاعتي صدمة الأول، وبعد كده حطيت مع معلقة السمنة البلدي معلقة زيت، وهبدأ ان انا اسخنها كويس على البوتاجاز وانزل باللحمة بتاعتي ما شاء الله. ما شاء الله يعني حتة لحمة حلوة جدا. بصي عايزة تشتغلي بربع تمام، عايزة تشتغلي بنص تمام، عايزة تشتغلي بكيلو، المتاح عندك اعمليه، المتاح عندك اعمليه. انا مش بلزمك بمقدار معين في اللحمة او مقدار معين في اي حاجة خالص، على حسب امكانياتك اعملي تمام. بدأت ان انا انزل اللحمة بتاعتي وهديها بقى صدمة. بصي ما شاء الله اللحمة شكلها اتجنن مع معلقة السمنة البلدي، مديها يعني ريحة تحفة من غير ما قوي، من غير ما احط اي توابل او اي حاجة. ما شاء الله الريحة تجنن. هبدأ ان انا اقلب اقلب لغاية ما كلها تاخد لون، تتحمر كويس وتاخد صدمة كلها لون واحد. نزلت بمعلقة فلفل اسمر كبيرة، وبدأت برضو ان انا اقلب. بصي ما شاء الله اللحمة بقت عاملة ازاي معايا. هنزل ببصلاية كبيرة وفص ثوم، وهبدأ ان انا اقلب النص معلقة ثوم صغيرة، وهبدأ ان انا اقلب كويس. ما شاء الله الريحة بقى طلعت تجنن تجنن، حلوة قوي قوي قوي. هبدأ ان انا اقلب اقلب. هنستمر في التقليب تمام. وهي البصلاية هتنزل المية بتاعتها فهتستوي برضو، هتاخد من طعم الثوم والبصل، هياخد من طعم اللحمة. اهم حاجة بقى في التركية بتاعتي بتاعت اللحمة، لازم احط معلقة السكر الصغيرة دي، بتديها سوا بطريقة يعني، بصي بتخليها تستوي بسرعة جدا جدا. دي حلة الضغط التانية، معلقة السكر في اللحمة بتخليها تستوي بطريقة تحفة. خلاص بصي ما شاء الله البصلايه نزلت صوص كتير، فالصوص ده بدأت ان انا اسوي بيه برضو اللحمه شويه. فضلت مع التقليب اقلب. نزلت بقى بصلصه طماطم. الصلصه دي انا بجيب الطماطم لما بتكون السيزون بتاعها رخيص، فبجيبها وبسبكها وبشيلها اكياس في التلاجة، بتنفعني جدا. بدأت ان انا انزل بيها، وزودت شوية مية لان هي كانت ما شاء الله تقيلة، الصلصة كانت تقيلة عندي، فنزلت بشوية مية. ما شاء الله تحفة تحفة يا جماعة، ما شاء الله الريحة تجنن والله العظيم. بصي ما شاء الله بدأت تغلي معايا. هسيبها بقى ايه ان انا تغلي شوية غلوتين تلاتة اربعة، وهنزل بنص كيلو بسلة على جزر تمام. دي برضو انا كنت مفرزاها وحطاها في الفريزر. هبدأ ان انا انزل بيها واقلب. طبعا احنا ما حطيناش اي توابل خالص غير الفلفل الاسمر. بالله عليكم يا جماعة، في طبخات ما ينفعش ان انتي تزودي توابل، هتبوظ لك الطبخة كلها. ما شاء الله شوفي منظر البسلة يجنن، حلوة جدا. الريحة بقى كانت قلبة الدنيا. عايزة تكتفي بالغاية كده تمام، مفيش اي مشكلة خالص، اكتفي بيها لغاية كده، كليها. ما عندكيش طاجن، ما أزمتلكيش الدنيا، كليها كده على البوتاجاز كده. تحفة تحفة ما شاء الله. يعني الريحة طالعة تجنن، كنت عايزة اكلها كده يعني، بصراحة كانت تجنن مع معلقة السمنة البلدي، مدية طعم في حتة تانية خالص، مع الصدمة اللي احنا اديناها لها، التشويحة اللي احنا اديناها لها على البوتاجاز. تحفة تحفة ما شاء الله. انا ما ملحتش لغاية دلوقتي اي حاجة خالص خالص، لسه ما حطيتش الملح. هبدأ ان انا اغطيها تستوي براحتها جدا. يعني هديها بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير تستوي، عشان قبل ما احطها في الطاجن. بصي ما شاء الله تحفة تحفة. الصوص بتاعها تقيل وقوامه حلو قوي. ما شاء الله تجنن تجنن. بصي الجمال،
حلوة جدا جدا، لسه ما ملحتش لغاية دلوقتي، يعني اخر حاجة قبل ما احطها في الطاجن هبدأ ان انا املحها. تمام، قبل ما احطها في الطاجن يعني اضمن ان اللحمة استوت معايا كويس عشان ما تشدش. لما تحطي الملح في الاول اللحمة بتشد معاكي حتى لو هي مستوية. عندي الطاجن هنا. بصي هبدأ بقى ان انا انزل بالمكونات كلها. ما شاء الله تحفة، الريحة تجنن. عايزة تكتفي بيها كده اوكي، مفيش اي مشكلة خالص. كليها كده. تمام، سويها شوية على البوتاجاز وتمام، يعني قدميها كده مفيش اي مشكلة خالص. بس في الطاجن بتبقى ليها طعم مختلف تماما. بدأت خلاص، نزلت بالمكونات كلها. هبدأ ان انا بس يعني اخلي اللحمة على الوش. تمام. انا بستعمل بصراحه اللحمه بتاعتي بحب اقطعها من عرق التربيانكو، بيبقى تحفه، بتستوي معايا بسرعه جدا. جبت ورقه زبده كرمشتها كده عشان تقفل الطاجن معايا كويس، والغطا بتاع الطاجن وقفلته كويس. وهبدا ان انا احطها في فرن مسبقا قبلها بربع ساعه، يكون قبلها بربع ساعه. واحطها على الوسط تستوي شويه، وبعد كده هطلعها نص ساعه بالظبط وهطلعها. تمام. بصي عندي معلقه سمنه بلدي ومعلقه زيت. نيجي الرز بقى، معلقه سمنه بلدي ومعلقه زيت، وهبدا ان انا اقلب. عايزه الرز مفلفل، الرز الابيض مفلفل. ابداي قلبي 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 كتير لغايه ما ينشف معاكي ويبقى الحبايه بحبايتها. وحطيت معلقه فلفل اسمر. وهبدا ان انا اقلب اقلب كتير جدا، ما تزهقيش، عشان يبقى الرز مفلفل معاكي وحلو. الرز الابيض ده يعني يا جماعه بيفكرني بماما الله يرحمها ويغفر ليها ويجعل مثواها الجنه، كانت بتعمله حكايه. هبدا ان انا انزل بالميه بتاعتي. تمام، اقلبه تقلبتين ونزلت بمعلقه ملح. خلاص. بصي بقى التركية بقى اللي جاية دي بقى هتخلي لك الرز الابيض في حتة تانية خالص. معلقة قشطة، قشطة بلدي، او ما عندكيش قشطة بلدي خدي قشطة وش اللبن. ابدأي بقى اقلب اقلب. انا سيبته يتشرب شوية قبل ما اغطيه. تمام. وهبدأ ان انا انزل بالتركاية التانية، نص كوباية لبن واقلب. والله يا جماعة والله العظيم لو جربتوا الرز الابيض بالوصفة دي يجنن، حلو قوي قوي. وهوريكم الرزاية مفلفلة ازاي وطعمها عامل ازاي. ما شاء الله، بصوا ما شاء الله. هبدأ ان انا اقلب بقى الرز بالراحة كده. بصوا ما شاء الله الرز مفلفل، مش معجن مش معجن. الحمد لله الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب. ما بطلعش الرز معجن، ما طلعتش ولا مرة الرز معجن بتاعي. ومقدار المية لازم تكون مغطية حاجة بسيطة الوش عشان ما يعجنش معاكي، كل رز بيختلف عن التاني. هبدأ بقى ان انا اديله التقليبة كده. بصي بوريكي الرز ما شاء الله ما شاء الله انسيابية معايا ومش مكتلة معايا وبسم الله ما شاء الله مفلفلة كويس جدا. ببدأ بس ان انا اقلب كله، لان الرز في الحلل الاستانلس من الاحرف بتبقى لسه ما اتشربتش كويس. وابدأي بقى وطي عليه وسيبيه يستوي بقى مع بعضه كده. يا ما شاء الله تحفة، حلو جدا. ريحته بالسمنة البلدي والقشطة واللبن. ما تقوليليش دسم، هو مش دسم خالص خالص. يعني انا حطيت معلقه قشطه صغيره. بصي بوريكي ما شاء الله الرزايه مفلفله ازاي، مش معجنه خالص. وكان لسه ما كملش السوا بتاعه. ما شاء الله يعني حلو جدا. جربيه بالطريقه دي وادعيلي ادعيلي بجد. تحفه 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 ما شاء الله. انا بقعد اقلب فيه لان ريحته انا مش قادره اغطيها من ريحته وجمالها. ما شاء الله بجد بجد تحفه. تمام. بعد بقى ما بنقلب الرز نروح بسرعة بقى ايه للطاجن، نبص عليه نشوفه هو اخباره ايه الطاجن. تمام. هبدأ بقى ان انا اغطي على الرز تاني. تمام. هو كده خلاص. انا كانت اللقطة بتاعت ان انا اغطي عليه واسيبه ان هو يستوي دي كان خلاص اخر سوا بتاعه، اخر سوا ليه. وبصي بوريكي ما شاء الله الرزاية مفلفلة ازاي، حلوة جدا حلوة جدا. هبدأ ان انا اغطي عليه بقى واشتغل في الطاجن. ما شاء الله تحفة تحفة. انا قلبت فيه كتير قوي، انا مش عارفة ليه. هي دي للأسف، معلش اعذروني، دي اتعادت كذا مرة، اسفة جدا. بصي بقى الطاجن بقى بعد ما خرج من الفرن حاجة كده جنان، حاجة كده تحفة ما شاء الله. هبدأ اشيل ورقة الزبدة. والله يا جماعة اللحمة كانت مش عايزة اقول لكم دايبة دوب. ما شاء الله. وريحة الطاجن وهم حلو قوي. ما شاء الله تحفة. هبدأ بقى ان انا اغرف بقى الرز بتاعي واوريكي بقى ايه يعني الجمال والعظمة دي. اعمليه بجد بالطريقة دي بجد مش هتندمي. تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله الطاجن يعني انا سبتهولك كده شوية. تحفة. غرفت الرز بقى بتاعي. هبدأ ان انا اغرف
اغرف اللحمه والبسله، وعملت طبق سلطه كده جميل، سلطه بلدي. حطيت عليها خيار وجزر وفلفل وخضره وجزر، وما شاء الله يعني الدنيا كانت تمام. السلطه البلدي بتاعتنا دي حاجه تانية خالص، حلوه جدا. بصي بقى منظر الرز عامل ازاي. هبدأ ان انا اغرف البسلة بتاعتي واللحمة، وما شاء الله تجنن، حلوة قوي، طرية ومستوية معايا جدا، وال والبسلة تحفة وسايبة الحكم ليكي. يعني ما شاء الله، جربيه ان شاء الله باذن الله، وادعي لي ان شاء الله تطلعيه احسن مني كتير. اللهم احسن ما بين ايدينا يا رب.